يوم واحد بس على مونديال، وبلجيكا اللي هنلعب معاها أول ماتش دوكو خرج من التدريب مصاب. HLN البلجيكية بتأكد، والولد حاسس بآلام. حرام عليه يريب عن ماتشنا. أنا لسه مش عارف، هقول لكم التفاصيل دلوقتي. وقبل ما تفرح، دوكو نفسه طلع وقال: أنا متحمس جدا ماتش مصر وعايز أكسب، وهدفنا نخلص الجروب في الصدارة. يعني الراجل بيستفز وفي نفس الوقت جسمه بيخونه. مروان عطية رد: قادرين نعمل نتيجة كويسة قدام بلجيكا، ده اللي اسمه مونديال. وبس استنى الجامد، ميسي نزل بديل قدام أيسلندا، وبعد 45 ثانية بالظبط سجل. بنلي 88 ألف متفرج في أوبرن كانوا بيصرخوا. الأرجنتين كسبت 3-0. باركو وألمادا كملوا، وسكالوني لسه مش عارف يختار من بدل باليردي. أخد يومين تانيين. أنا بقول لكم الراجل ده موحوش. وفي قلب الفرحة ميسي لقي ولد صغير بيقول له: أنت لعبتي مع بابا؟ الولد ده دانيال، ابن إيدور جودجونسن، اللي كسب مع ميسي التريبل سنة 2009 في برشلونة. يا نهار، 16 سنة عدوا وليو لسه بيلعب، وابن زميله بقى راجل. وخليني أوجعك بالرقم: مانشستر يونايتد خسرت في يوم واحد كاسيميرو، جيدن سانشو، ملاشيا، كلهم مشوا ببلاش. سانشو ده كان رابع أغلى صفقة في تاريخ النادي، 75 مليون جنيه، خرج مجاناً. أنا شخصياً ملوم الإدارة، اللي بيشتري بالغالي ويبيع بمجاني ده. مفيش حد بيدير نادي بالطريقة دي. إنيوس، انتوا فين؟ وأخيراً مورينيو رسمياً رجع ريال مدريد. بنفيكا طلعت بيان: ريال دفع 15 مليون يورو شرط جزائي، وماركو سيلفا هيخلفه. مورينيو كتب رسالة وداع: لاعبي يوم ما، لاعبي للأبد. الراجل ده بيرجع البيت بعد 18 سنة. طب وانت انهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ إصابة دوكو، ميسي اللي بيخرفها، ولا مورينيو راجع؟ سيبها لي تحت. أنا قاعد بقرأ وبكره كأس العالم.